حياكم الله واهلا ومرحبا بكم في خارج السرب، ومشوار جديد مليء بالكثير من الاحداث الساخنه من ميلانو والى مدريد الى لندن وبرشلونه، ونختتم بافريقيا واثيوبيا بالتحديد. من ميلانو الى مدريد ومن لندن الى برشلونه، يوم جديد مليء بالاحداث الساخنه والارقام المثيره والصفقات التي تقترب من الحسم. نبدأ من ميلانو مع أمريم. المدرب البرتغالي بدأ مشواره مع ميلان بانتصار على تورينو بنتيجة 2-1، لكنه حقق رقما لافتا. أمريم أصبح أول مدرب لميلان خلال آخر 10 سنوات يفوز في مباراته الأولى الافتتاحية بالدوري الإيطالي. 6 مدربين سبقوه فشلوا في تحقيق الانتصار الأول، على رأسهم طبعا جاتوزو بالتعادل، جنباولو خسر، بيولي تعادل، فونسيكا تعادل، كونسيساو تعادل، وليجري طبعا خسر. اللعنة انتهت مع أموريم، والسؤال الآن: هل تكون البداية مجرد انتصار أم بداية عودة ميلان للمنافسة على البطولات الكبرى؟ لا سيما أنه ميلان طبعا هو كبير إيطاليا بالفوز بالشامبيونز ليج، فريق مليء بالنجوم، فريق يمتلك تاريخ كبير جدا. نأمل أن ميلان يعود لمكانه على المستوى المحلي وأيضا على المستوى القاري. ومن ميلان إلى إنجلترا، ونبقى أيضا مع المدربين وإحصائيات وأخبار المدربين الخاصة بعد نهاية الجولة الأولى. هذا الموسم طبعا شهد 9 مدربين جدد في الدوري الإنجليزي، منهم 3 مدربين فقط نجحوا في التحقيق الفوز في الجولة الأولى، بينما فشل 6 مدربين. طبعا يأتي على رأسهم تشافي ألونسو قاد تشيلسي الفوز على فولهام 3-2، وينزو ماريسكا بدأ مع مانشستر سيتي بانتصار كان مهم جدا بعد ما خسر الدرع الخيرية أمام أرسنال، فاز على بورنموث 2-1. أما جاري أونيل فحقق الفوز مع إبسويتش تاون على سندرلاند 2-1. إذا الثلاثة بدايات متتالية أو مثالية، لكن التحدي الحقيقي هو: هل يستمر هؤلاء المدربين على هذه المسيرة الناجحة أم هناك كلام آخر في الجولات القادمة؟ والآن طبعا إلى خبر مهم جدا ينتظره طبعا الجمهور العربي والمصري بفارق الصبر. عمر مرموش أخيرا في لندن ويقترب من التوقيع إلى توتنهام. اللاعب تواجد في مقر النادي وينتظر الضوء الأخضر لبدء الكشف الطبي. الاتفاق بين الطرفين محسوم، ولم يتبقى سوى الخطوات النهائية قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي. مرموش طبعا بات على أحتاب إرث قميص توتنهام، وطبعا يستحق صراحة هذا اللاعب لعب دقائق أكثر، لأنه هو لم يجد الفرصة الكافية في مانشستر سيتي بعدما جاء قادما من الدوري الألماني، ويرجع ذلك طبعا لأنه هو بيلعب كراس حربة، وهذه الخانة طبعا بالنسبة لهالاند هو رقم 1 كان في حسابات بيب جوردل، وأيضا في حسابات ماريسكا. فبالتالي مرموش سيد فرصة كبيرة جدا أفتكر في توتنهام، وقد يتوهج وتنفجر موهبة هذا الهداف المصري. أنا أفتكر كان في مانشستر سيتي هداف مع وقف التنفيذ. أيضا سافيو البرازيلي وقع مقابل 85 مليون جنيه استرليني لتوتنهام، ويبدأ أنه ديزيربي يسعى لضم عدد كبير جدا من النجوم لإعادة بناء هذا الفريق الذي عانى كثيرا جدا، وطبعا احنا عارف أنه خسر في الجولة الافتتاحية. ننتقل طبعا إلى مدريد، والحديث طبعا اليوم في مدريد عن تقديم طبعا ديوميندي بشكل رسمي بالنسبة لأجهزة الإعلام في مدريد. بالإضافة لذلك اللي هو الخبر الثاني أنه قناة ريال مدريد عملت إحصائية عن التحكيم وفتحت هذا الملف بشكل كبير جدا للواجهة من جديد. قناة ريال مدريد طبعا فتحت نقاش جديد حول معايير التحكيم من حيث مقارنة بين ما يحدث مع فينيسيوس جونيور ولامين يامال. وبحسب الأرقام التي عرضتها القناة، تعرض فينيسيوس في الدوري الإسباني ل
16 خطأ، نتج عنها بطاقة صفراء واحدة للمنافس. وفي أوروبا تعرض لثلاثة أخطاء وحصل منافس على بطاقة واحدة. أما لامين يامال فتعرض لثلاثة أخطاء في الدوري الإسباني نتج عنها بطاقة واحدة، ومثلها أيضا في البطولات الأوروبية. ريال مدريد طبعا استخدم هذه الأرقام لانتقاد ما يراه اختلافا في التعامل التحكيمي مع فينيسيوس، خصوصا بعد مواجهة إسبانيول الأخيرة التي تعرض فيها للكثير جدا من الضرب، بينما لم يشهر الحكم بطاقات صفراء لحماية اللاعب. تبقى طبعا صراحة الجدل التحكيمي مستمر بالذات في إسبانيا، ونعرف نحن خلفية مشاكل قناة ريال مدريد مع التحكيم، ونأمل أنه طبعا يعني ينجح الموسم في الليغا هذا الموسم، وأن يقدم مدريد مستوى جيد ويقترب من شكل المنافسة مع برشلونة، بعد طبعا برشلونة حقق الفوز في موسمين متتاليين وأيضا موسمين صفريين بالنسبة لريال مدريد. أخيرا نذهب إلى أفريقيا. الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم قدم رسميا ملف ترشيحه لاستضافة كأس أفريقيا 2028. إثيوبيا طبعا لم تستضيف البطولة منذ فترة طويلة، آخر مرة استضافتها عام 1962 وتوجد باللقب حينها على أرضها. كما نظمت طبعا نسختين من البطولة عام 1968 و 1976. وطبعا إثيوبيا من الدول التي أسست الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع السودان ومع مصر، والآن طبعا تسعى العودة من جديد إلى الواجهة الكرة الأفريقية من خلال بوابة استضافة نسخة 2028. لا شك أنه طبعا الكرة الإثيوبية بدأت في التطور في الفترة الأخيرة، لكنها برضو بعيدة جدا عن مستوى شمال وغرب أفريقيا. طبعا الأيام القادمة حتشهد برضو أحداث كثيرة جدا، بالذات في الأسبوع الأخير بالنسبة للميركاتو. رشح طبعا اليوم خبر أنه ريال مدريد مهتم بفيتينيا وتحديدا وضع 150 مليون يورو لضم هذا اللاعب، لكن طبعا افتكر المسألة صعبة جدا، أنه باريس ولويس إنريكي من الصعب جدا يعني بيع أو تصرف في بيع هذا اللاعب، لأنه قطعة مهمة جدا في مشروع النادي. أيضا أرسنال خلال صحيفة مترو أعلن بمقدور أنه يدفع 130 مليون يورو مقابل انتداب الفاريز في حال إذا اللاعب وافق على الحضور. أيضا مانشستر سيتي على أحتاب طبعا صراحة بداية مفاوضات بشكل رسمي مع فريق تشيلسي بخصوص إنزو فرنانديز. وطبعا إنزو فرنانديز بالأمس تعرض لصافرات استهجان كبيرة جدا من جمهور مباراة فولهام وتشيلسي، وطبعا على خلفية احتفاله الغير لائق بعد فوز الأرجنتين على إنجلترا في كأس العالم. وفي المقابل يعني هذه الواقعة تذكرنا برضو نفس الواقع ما يحدث مع الفاريز في اسبانيا. فيبدو ان اللاعبين صراحه الارجنتينيين عندهم شويه عدم ضبط النفس او الثبات الانفعالي والتسرع في اتخاذ القرارات. وطبعا التسرع في اتخاذ القرارات دائما بينتج عنه يعني احداث بتكون غاضبه جدا، سواء بالنسبه للجمهور او رده فعل بالذات للاداره او للصحافه. نامل انه طبعا يعني مشكله الفاريز تحل، وايضا انزو فرنانديز يمر من هذه المرحله، سيما لانه نحن على بدايات موسم جديد. في الختام لكم كل التحايا وفي امان الله.